عندي راني نشوي في الطرشي هكذا باش ندير الحميص. فوالا عندنا الطرشي الحار والطرشي الحلو. وهنا خياتي كيما راكم تشوفوا اذا قطعت الطرشي كيما راكم تلاحظوا هنايا، وهذاك الحار يا البنات الى قطع صغيره كيما راكم تشوفوا. فوالا وهنا يا البنات كيما راكم تشوفوا راني نشوي في الطوماطيش. بعد ما شويت يا البنات الطوماطيش ديالي قطعتها هكذا كيما راكم تلاحظوا. فوالا زدت الثوم يا البنات اللي شويته كذلك. الان راح ندير لها الملح وزيت الزيتون نخلط الكل مع بعض. كان يحبوا يديروهم في الروبو يعني باش يجي كامل ملحي، ولكن انا فضلت اني نقطعه هكذا قطع صغيره كيما راكم تلاحظوا. نديروهم في اناء يا البنات كيما راكم تشوفوا. اذا سبقت الطرشي هنايا كيما راكم تشوفوا والحار زدت له الزيت والملح نخلط الكل مع بعض. فوالا بهذه الطريقه حتى يندمجوا كامل يا البنات. الان راح نضيف له الطوماطيش والثوم هكذا نديرو تدريجيا ونخلطو مليح مع بعض. فوالا بهذه الطريقه. وفي الاخير حبيباتي لحقنا الى نهايه الوصفه تاعنا لنهار اليوم اللي كان هو عباره عن حميص يا البنات خفيف ظريف يا البنات كيما راكم تشوفوا. وصفه سهله وسريعه بعد ما شوينا الطرشي تاعنا والثوم كذلك والطوماطيش. اذا كيما راكم تلاحظوا هنايا فوالا حطيته في صحن التقديم. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم عليكم غير ديروا نجار وتشتركوا في القناه ديالنا لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. في امان الله. الى فيديو مقبل بحول الله. صحه فطوركم.